السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. حكاوي جديدة عن قرى الظلام. جبنا لكم 4 حكاوي معانا النهاردة. أتمنى تعجبكم، وما تنسوش إن الكلام ده حقيقي مش من تأليفي. واللي عاوز يشارك معانا بقصة أو ينزل حكايته يبعت لنا في التعليقات. الحكاية الأولى: لعنة المقبرة المنسية. قرية أبو الغيط في القليوبية عام 1923. في قرية أبو الغيط كان في مقبرة قديمة متروكة وسط الأراضي الزراعية. في سنة 1923 حاول بعض الأهالي توسيع أراضيهم، فاضطروا يحفروا جنب المقبرة. لكن من يومها بدأ الرعب. الفلاحين اللي شاركوا في الحفر بدأوا يموتوا واحد ورا التاني بطرق غريبة. واحد منهم وقع في بير بدون سبب، والتاني اتحرق في بيته، والتالت اختفى ومتعرفش مصيره. الشيوخ قالوا إن المقبرة دي مدفون فيها جثة ساحرة ماتت مقتولة، وإن أي حد يلمس ترابها بينال غضبها. أهل القرية اضطروا يعملوا جلسة تحضير أرواح، ووقتها ظهر صوت غريب في المكان بيقول: سيبوا ترابي وإلا هتدفعوا التمن غالي. بعد الليلة دي الحوادث وقفت، لكن لحد النهاردة الناس بتتجنب تقرب من المكان بعد المغرب. الحكاية التانية: بيت الرحايا المسكون. قرية الكوم الأحمر، سوهاج، 1987. في قرية الكوم الأحمر كان في بيت قديم جنب طاحونة رحايا. محدش كان بيسكنه لأنه معروف إنه مسكون. في سنة 1987 جه راجل غريب من برا القرية وقرر يشتريه بسعر رمزي رغم تحذيرات الأهالي. أول ليلة قضاها في البيت خرج الصبح بيجري وهو مرعوب، وحكى إنه سمع صوت رحايا بتلف لوحدها في نص الليل، وكان فيه ست عجوزة قاعدة في الضلمة بتضحك بصوت مرعب وبتهمس بكلمات مش مفهومة. الراجل هرب ومرجعش تاني، وأهل القرية بيقولوا إن البيت ده كان ملك ست عرافة من زمان زمان ماتت فيه لوحدها، وإن روحها لسه بتحوم جواه. لحد النهاردة البيت مهجور، واللي بيعدي من جنبه بعد العشاء بيسمع صوت الرحايا بتلف لوحدها. الحكاية التالتة: صرخة العروسة المقتولة. قرية بني حسن في المنيا، 1955. كان في بيت قديم معروف عند الأهالي باسم بيت العروس، وده بسبب قصة مرعبة حصلت فيه. سنة 1955 بنت اسمها وداد كانت هتتجوز، لكن قبل فرحها بيوم حصلت كارثة. أهلها صحيوا الصبح لقوها مقتولة في أوضتها، وفستان الفرح متغرق دم. الغريب إن باب الأوضة كان مقفول من جوه، وما كانش فيه أي دليل على دخول حد بعد الحادثة. أي عروسة كانت بتلبس الفستان الأبيض في القرية كانت بتحلم بوداد وهي بتصرخ وبتقول: خدوا حقي. ناس كتير حاولوا يقربوا من البيت، لكن اللي يقعد فيه كان بيسمع صوت خطوات في نص الليل وصوت بنت بتبكي. في واحدة من الليالي واحد من الشباب تحدى أصحابه وقالوا إنه هيدخل البيت ويبات فيه. الصبح لقوه واقع من الشباك وعينيه مفتوحة من الرعب. البيت لسه مهجور، وأهل القرية بيقولوا إن الليلة بتتجدد فيها الذكرى، تسمع فيها صوت صرخة وداد. وبكده تبقى خلصت حلقات النهاردة، ونشوفكم في قصص جديدة إن شاء الله. لو حد معاه قصة حابين ننزلها على القناة يبعتها لنا في التعليقات. السلام عليكم.